السلام عليكم. اليوم احنا بالخطوة حتى نصور معرض الزهور السنوي الثاني. هذا مدخل الخطوة، شو وقت آخر مرة جيتوها؟ وهسه طبيناه. هذا الجامع وهذا الازدحام مثل ما جاي تشوفون. وخلينا نشوف معرض الزهور وين صاير. هذا هنا الستيج وهذا الجمهور هنا قاعد، الظاهر بعد اكو حفل افتتاح بس بعدين ما بادي. هذا المدخل مال معرض الزهور، تعالوا. الله، هذا الدخول منه ما شاء الله، شيء كلش مرتب وحلو، عاشت الايادي. شوفوا لي الجمال. هذه النافورة الحلوة وهذا نور واقف صفها. طبعا المكان كلش حلو. شوفوا راح يبقى مفتوح لحد العيد، مو؟ اي راح يبقى مفتوح لحد العيد. هذه المناظر الحلوة وهذه السندانات. طبعا شكرا لبلدية الزوار على هذا التعاون وهذا العمل الحلو. شوفوا لي هذا الديكور الحلو، اسفت شي يعني. هذا الورد البرتقالي ما شاء الله، الالوان كلش حلوة. طبعا بعد حاليا ممنوع الدخول لغير صناع المحتوى والقنوات الاعلامية، لانه يفتتح بعده ما صاير مثل ما جاي تشوفون، بس احنا موجودين حاليا. شوفوا لي هذا الورد، اللي يعرف شنو نوعه يكتب لنا بالتعليقات. وهذا احلى شيء بالمعرض مال الزهور، لوحة قرآنية، آية قرآنية، فد شيء مرتب. هذه اللوحة ضوئية مكتوب 15 شعبان ولادة صاحب الزمان عليه افضل الصلاة والسلام. شوفوا المكان ايش قد حلو. هذا قسم اللوحات، هذه الخطوة. وعندك هذه ام عراقية سماكة، هذا عراقي كاتل الهم. الله، هاي اللوحات كلش حلو، عاشت ايد اللي رسمها وبالتوفيق. حياك الله صلوحي، شلونك حبيبي؟ الله يخليك، الله يسلمك. هاي اللوحات كلش حلوة، عاشت ايدكم وبارك الله فيكم. شوفوا طبعا تستمر اللي هناك. هذه العبارة الحلوة، كنا العراق الله يديم العراق ان شاء الله واهله. شوفوا طبعا التصميم والديكور والترتيب كلش حلو. ومرة ثانية شكرا لبلدية قضاء الزبرة، وشكرا للقائمين على هذا المكان الجميل. شوفوا هذا الورد الحلو، اللي يعرف شنو اسمه يكتب لنا بالتعليقات. شوفوا طبعا المكان كلش حلو مثل ما جاي تشوفون، والاجواء كلش حلوة. هذا بير هنا اللي يعطش يشرب من عنده همه. والله عبد الله الموفق حبيبي، قواك الله. الله يخليك، يسعد الله ايامك ونصرة العيادة المحمدية. ثبات على الولايه ان شاء الله. الله يخليك، الحمد لله. بسم الله ابداه. راح يبدي الحفل حاليا. وحب محمد اقصى مرامي. طبعا اول فقره القران الكريم واللي ساعد بها القارئ موسى صباح الموفق، تحياتنا له والله يوفقه ان شاء الله. اتقوا النار التي اعدت للكافرين. شوفوا لي جمال المنظر ايش قد حلو. شوفوا لي هذا الجمال ايش قد حلو. انتم بخير، جعلكم الله عبد الله الصيادي صديق الطفوله واللي راح يتحفنا بصوته، والذين يستشهدون بين يدي صاحب الامر والزمان ببركه هذه الولاده وببركه الصلاه على محمد وآل محمد. بس سمعوا لي صوته. كلها واقفه تنتظر اختصاص الشريط من قبل مدير بلدية الزبرة وقائم مقام الزبرة. افتتحوا الشريط وبدت العوائل تدخل مثل ما جاي تشوفون. هذا الحضور القوي. هذا السيد النائب والسيد قائم مقام الزبرة والسيد ممثل المرجع الديني ووجهاء الزبرة افتتحوا المعرض السنوي. ما شاء الله حضورها مثل ما جاي تشوفون، العوائل بكل مكان. طبعا المعرض يستمر مدة شهر كامل من اليوم، مدة شهر اليوم 23/2. الاجواء كلش حلوة، لازم تجونا تاخذون بيه ستوريات. هنا اللي يضيع ما حد يلقاه، عبالك الزيارة الأربعينية. شوف الناس. هذا قاسم، قواك الله قاسم، شلونك حبيبي؟ عادتك جميله، قاعد تفكر شيء اللي جامع على البساطه على اشبارنا الحبيب. ممنون منك، ممنون منك حبيبي، على راسي حبيبي. شوفوا طبعا الجو هنا، شوفوا الكاميرات عليه.
هذا شافي. ما شاء الله المنظر فد شيء. شافي قواك الله، موفقين ان شاء الله، موفقين. رحم الله عليك حبيبي خادم. هذا هشام. هشام الله يسعدك، قواك الله، شلونك؟ شنو رايك بالمعرض؟ اليوم يعني هذه مساحة كبيرة جدا كبيرة، وتنزه للعوائل الكريمة اللي يجي يزور مسجد الخطوة، يجي إلى هذا المعرض اللي فيه لوحات عن مدينة الزبير التعريفية وأيضا الزهور وما شاكل ذلك. هسه هذا السؤال لكم، جامع الخطوة من يعرف ايش قد عمره وايش قد صار له بالزبير؟ شنو رايك بالمعرض مال الزهور؟ شنو رايك بالمعرض؟ وصلنا لنهاية الفيديو، لا تنسون لايك واشتراك، خلينا نوصل 5000 قبل شهر رمضان.